اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقة عمل صوابع زينب. هنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة وبجد هتبقى تحفة معاكي. واقولك كده على شوية تريكات هتبقى أستاذة في الصوابع زينب. تعالوا نشوفوا معايا ايه. انا معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقتين من النشا، ومعايا نص معلقة صغيرة من الخميرة، وربع معلقة صغيرة من البودر، ومعايا معلقة كبيرة من السكر، ورشة بسيطة من الملح، ومعلقتين من النشا، ومعايا كده كوباية الا ربع من سميد البسبوسة اللي هو السايب، ومعايا نص كوباية سمنة على زيت، ومعايا كوباية الا ربع من المية. طبعا المية انا مش هستخدم الكوباية الا ربع كلهم. طبعا انا ضفت بقى كده الدقيق، وضفت بقى المكونات الجافة كلها، واقلبها بقى كده علشان هنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا كده بقلبهم كويس جدا علشان السميد المكونات اللي انا حطاها كلها تتكور مع بعض. حطيت كده السمنة، هفضل ابس كده الدقيق بايدي كده كويس جدا، كأني بعمل بسبوسة بالظبط، كأني بعجن بسبوسة. هنعمل كده بقى بايدينا، نفركها كده بايدينا علشان تبقى معاكي روعة وتبقى معاكي تحفة كده، تبقى ناشفة من بره ومرملة من جوه بقى يبقى الطعم خطير جدا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، افضل اعمل كده لحد ما الدقيق كله يتشرب بالسمن. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، هفضل اعمل بقى كده. وبعدين بعد ما بخلص بقى بس كده بايدي بفضل، او بعدين احط المية. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، بفضل ابس بقى كده بايدي كويس جدا علشان السمنة تتشرب كده الدقيق كله يتشرب كده بالسمنة، علشان تطلع معاكي عجينة ناجحة وعجينة بجد حلوة جدا وتحفة جدا. حطيت بقى كده المية دي اقل يعني من نص كوباية مية، اقل يعني جيبوا نص كوباية مية كده. حط كده، حط شوية وسيبي شوية في الاخر، يعني سيبي كده يجي معلقة مية تاني. هو على فكرة ما تقلقيش خالص، السميد ده هيتشرب المية وهتبقى معاكي تحفة جدا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، اهو انا طبعا مش بعجن، انا بلم العجينة كده، بلم العجينة زي ما انتوا شايفين كده. اهو يا حبايب قلبي هتلقاها كده عجينة بجد معاكم تحفة جدا، وطعمها بجد حكاية جدا. اهو يا حبايب قلبي، اهو يعني بصي من اسرار بقى هشام ان يبقى قصدي صوابع زينب ان تطلع معاكي حلوه وكده ومرمله كده من جوه، وتلقاها كده بتقطم كده من بره او ناشفه كده من بره. حاجات بسيطه اللي انتي تبسيها، يعني ايه، تحطي على الدقيق سمن وتفركي بيه الدقيق، تحطي كده نص كوبايه كده من السمنه على الزيت. عاوزه تحطي نص كوبايه كده من السمنه اللي انت حباه، عاوزه تحطي زيت بس برضو اللي انت حباه، وتفركي بيه كده العجينه، هتبقى معاكي تحفه جدا، وهتبقى معاكي مرمله كده من جوه، وبجد طعمها حكايه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى انا هغطيها برول ستريتش. اهو كده بقى بغطيها كده واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق بالظبط. هسيبها بقى كده ترتاح. انا طبعا مش هسيبها تخمر، لا، انا يا دوبك بسيبها ترتاح علشان تديني نتيجة حلوة وتديني طعم حلو.
طبعا انا هسيبها بقى ايه ترتاح، وبعدين هنوريكم بقى هنشكلها ازاي. طبعا ان شاء الله يبقى معانا كذا طريقة علشان نشكل بيها صوابع زينب. يعني معاكي بدل الطريقة 4 طرق تشكلي بيها صوابع زينب. تعالوا نشوفوا بقى ايه اول طريقة. طبعا هي العجينة كده سبتها لما ارتاحت كده، اعملها كده اكورها كده بايدي، بعملها كده زي شكل ذرة، بعدين بقى ايه بعملها كده زي صباع الكفتة، فبعملها بقى كده بايدي كده وبسويها كويس جدا. طبعا الشكل حسب بقى ما انت بحبه، عاوزاه بقى ايه كبيرة صغيرة اللي انت حباه. طبعا انا عندي دي مصفة بطاطس كده، او اي مصفى، يعني اي مصفى عندك. طبعا المصفى دي انا عندي بايظة، فانا قلت ايه استخدمها برضو في بلح الشام، في اي حاجة، في صوابع زينب قصدي، في اي حاجة كده هتبقى معاكي روعة. معرفش انا معلقة ليه على البلح الشام. يبقى ان شاء الله هنعمل لكم برضو فيديو عن البلح الشام. شوفوا دي اول وصفة اهي باسهل طريقة وباحلى طريقة. طبعا بعد ما بعملها كده بضغط عليها. دي اول طريقة انك تعملي فيها صوابع زينب. تعالوا نعمل بقى ايه كمان واحدة كده تاني بنفس الطريقة دي، وهقول لكم نهين الافضل ونهين الاحلى، وهتبقى معاكي روعة. يعني انا هقول لكم انا بفضل نهي. اعملها كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. عارفين المنخل اللي هو الستانلس ده؟ في مناخل كده ستانلس انت ممكن تعملي بيها. انا بصراحة مش متوفرة عندي، يعني ممكن لو جبتها يعني لو عندك يعني وكده انت ممكن تعملي بيها. لو ما عندكيش هتعملي زي ما انا ما هعمل دلوقتي. طبعا دي اول طريقة. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه طريقة تانية بطريقة سهلة كده وبسيطة، وهتبقى معاكي تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا كده انا عملت لكم كده اهو 3 كده قدامكم من الوصف من النقشة دي. طبعا لو مش متوفرة عندكم هنقول هتعملوا ايه تاني. هنوريكم كذا برضو ايه كذا طريقة انك تعملي بيها صوابع زينب، مش شرط حاجة واحدة. طبعا عندكم المصفى، عارفين المصفى دي اللي انتوا بتصفوا مثلا منها العصير وكده. طبعا دي طبعا في اي بيت دي انا بصراحة انا بفضل المصفى دي. بتديكي نقشة كده قوية، يعني بتديكي نقشة كده حلوة شكلها حلو، وبنفس الوقت المصفى دي متوفرة طبعا في كل بيت. شوفوا شكلها جميل ازاي، والله العظيم شكلها تحفة جدا، وشوفوا بجد روعة. طبعا المصفى بتاعة العصير دي طبعا متوفرة في اي بيت، وبجد بتديكي شكل حلو جدا. ولو عندك برضو بصمة الكحك، عارفين بصمة الكحك المدورة دي، انت ممكن تعملي بيها تبقى معاكي تحفة جدا. طبعا انا بصراحة بفضل دي، بجد روعة شكلها تحفة بجد جميلة جدا. يعني المصفى دي كمان متوفرة في كل بيت، انت ممكن تعمليها بأسهل طريقة ممكن تعمليها. ادي تاني وصف، يعني تاني حاجة اعرفكم ان انتوا ازاي تعملوا بيها صوابع زينب اهو يا حبايب قلبي. شوفوا شكلها جميل ازاي، شوفوا وبجد اللهم بارك، حاجة كده روعة، حاجة كده جميلة، حاجة كده بجد خفيفة جدا، يعني والله العظيم طعمها حلو. طبعا انت بقى ولا عندك ده ولا ده، عارفين الكرتونة؟ اي كرتونة عندكم، اي كرتونة عندكم انت ممكن تجيبيها وتجيبي كده تقطعي منها وتعملي بيها، تعمليها كده نصين، يعني تفصلي الورقة من التانية، هتبقى معاكي الشكل ده. عاوزين تعملوها كده بالطول هتطلع معاكم الشكل ده. طبعا برضو اللي انتوا حابينه اعملوا. انا اديت لكم كذا طريقة وكذا طريقة اللي انتوا حابين شكلها واللي انتوا متوفرة عندكم انت ممكن تعمليها. طبعا الكرتونة دي هي بصراحة نظيفة، انا كنت جايبة فيها يعني ايه حاجة نظيفة، يعني متقلقوش من اي حاجة. كده كده انتوا بتشيلوا الطبقة من التانية. وهنشوف كده عملنا ايه
بتوعات كده، 3 اشكال. تعالوا نشوفوا التشكيلة الرابعة. طبعا انا بجيب بقى الكرتونة كده، فبعكسها كده اهو بالطول كده او بالعرض زي ما انتوا شايفين كده اهو. شوفوا وبعكسها كده بتديني برضو الشكل ده. يبقى معاكي كده كذا شكل وكذا نوع وكذا طريقة. شوفوا كذا شكل اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو يا حبايب قلبي. تعالوا بقى نقلي في الزيت. طبعا الزيت ده هو سخن، بس مش سخن اللي هو السخن بقى ايه قوي 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 قوي، لا هو سخن. اول ما بتنزلي كده البلح الصوابع زينب بتلقاه اتعمل معاكم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما ينفعش احطه هو الزيت بارد، لا طبعا كده زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط الصوابع زينب كده وبحمرها معاكم كده بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. وبجيب كده طاسة وبحط فيها زيت. مش شرط اللي انا اروح بقى عاملة ازازة الزيت كلها وكده. طبعا ده الزيت انا عاملة بصراحة نص كوباية نص ازازة زيت اهو يا حبايب قلبي. ونقلي بقى كده وهتبقى معاكي بألف هنا وشفا، وهتبقى معاكي دايبة. اعذروني لما الفيديو في مقطع كده اتمسح مني الشربات وانا بعمله، والشربات وانا بطلعه وبحطه بطلع صابع زينب وبحطه في الشربات. اعذروني لان بجد المقطع ده اتمسح مني. طبعا اقلب بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اقلب كده على الناحية التانية، اسيبه يتحمر من الناحيتين كده، وهتبقى معاكي تحفة جدا اهو يا حبايب قلبي. بجد حاجة كده تحفة جدا وحاجة كده جميلة جدا. وقد ايه الحاجات دي بتفرح الولاد في البيت، وقد ايه رمضان ما بيحلاش الا لما تيجي كده تعملي الحلويات في البيت وبايدك بنظافة كده بحاجات نظيفة. حاجة صحية، الزيت بتاعك نظيف، الحاجات اللي انت بتستخدمها نظيفة، بدل ما تشتريها من بره وانت مش عارفة الجودة هم عاملينها ازاي. هما الزيت نضيف ولا لا، يا ترى الزيت استخدموه كذا مره ولا لا. مال الطريقه دي انت بتعمليها كده بنظافه بزيت نظيف، بتعمليها كده بحب، وبتعمليها كده بجد. قد ايه الحاجات دي بتفرق جدا، وقد ايه الحاجات دي بتبقى جميله جدا لما تعملي الحاجات دي في رمضان في بيتك في مطبخك، بتبقى بجد تحفه يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده هسيبها طبعا تحمر وتاخد لون كده كويس جدا، وبعدين هطلعها. بعد ما بطلعها طبعا الشربات بارد جدا. طبعا شربات تقيل. انا بحط 3 كوبايات من السكر عليهم 1.5 كوباية من المية. 3 كوبايات من السكر بحط عليهم 1.5 كوباية من المية، وبحط عليهم نص ليمونة، وبحط عليهم باكت من الفانيليا. وطبعا الشربات لازم يكون تقيل وبارد جدا. طبعا ادي الصوابع زينب هطلعها بقى كده زي ما انتم شايفين. هطلعها وبعدين احطها في الشربات على طول، علشان كده الشربات بارد جدا. يعني الشربات متلج، مش متلج يعني، لا بحرارة المطبخ. الشربات يعني بارد جدا. واطلع كده واحطه في الشربات. معلش المقطع اللي انا هصور لكم فيه الشربات وانا بعمله وانا بحط صوابع زينب في الشربات بجد اتمسح مني يا حبايب قلبي. اطلع كده وبعدين تعالوا نشوف بقى نعمل صوابع زينب حجم كبير. طبعا احنا ديك عملناها حجم صغير، تعالوا كده نعمل صوابع زينب حجم كبير، يعني حجم كبير كده شوية اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا حبايب قلبي اي طريقة اللي انت عاجباكم واللي انت عايزين تعملوها اعملوا اي طريقة انتوا عاجباكم، كبير بقى صغير متوسط، اي حاجة هي عاجباكم اعملوها اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بعمل
صوابع زينب بالحجم الكبير اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحجم ده كان اللي احنا عاملينه كان صغير، ودلوقتي ده بقى الايه الحجم الكبير. شوفوا شكله جميل ازاي، بجد شكله تحفه. ويا سلام بقى لما تضغطي عليه كده من ورا ضغطه كده بسيطه، مطرح ما انت عامله كده بصوابعك هتبقى معاكي تحفه. تعالوا بقى كده نقليها كده في الزيت. طبعا انا طلعت الكميه دي كده، تعالوا بقى كده ايه نقليها كده في الزيت اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين اسيبها كده بقى ايه تتحمر كويس جدا. وبعد ما تتحمر كويس جدا بروح مطلعاها واحطها في الايه في الشربات او السيرب اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. واروح مطلعاه بقى كده. طبعا هتبقى معاكي احلى، والله العظيم هتبقى معاكي احلى صوابع زينب ممكن تاكليها. هقلب بقى كده واسيبها تاخد لون بقى لطيف كده ولون حلو. طبعا اللون ده حسب بقى ما انت ما بتحبي اللون عامل ازاي. في ناس بتحب اللون الغامق، في ناس اللي بتحب اللون الفاتح، في ناس بتحب اللون نص ونص. اللي انتوا حابينه اعملوه، واللي انتوا شايفينه اعملوه. اعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. لما تعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها هتبقى معاكي روعة جدا وهتبقى معاكي تحفة جدا اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعدين بحمر بقى الايه الكمية التانية اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. ادي شكل صوابع الزينب يا بنات بعد ما طلعت. شوفوا شكلها جميل جدا، والله العظيم شكلها تحفة جدا وطعمها احلى واحلى. شوفوا واللون ده جميل جدا. انتوا طبعا زي ما انتوا ما قلت زي ما انا ما قلت لكم حابين اللون عامل ازاي. شوفوا مقرمشه من بره ومن جوه كده طريه كده وحاجه كده، وشاربه السيرب كده او شاربه العسل. بجد معاكي تحفه جدا وهتبقى معاكي مرمله كده من جوه. والله العظيم الطعم حكايه جدا وطعمها روعه وطعمها في غايه الجمال. حاجة كده طعمها شيك كده طعمها حلو وحاجة شيك كده. وبجد هتبقى معاكي تحفة جدا. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك بقى والشير والسبسكرايب وتشتركوا في القناة. امن عليكم يا بنات اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة ولايك. باي باي.